السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا. ايه هي الأكلة؟ الكشري المصري طبعا جميل، ولا تقولي لي محلات. طبعا الكشري البيتي بيبقى جميل قوي. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا هنحط المية الأول تغلي المكرونة. طبعا هنعمل البصل الاول نحمره برده. زي ما انتم شايفين احنا حطينا الميه تغلي المكرونه. هنبتدي نعمل البصل نحمره وبعد احنا بنقطعه الاول. طبعا احنا هنحضر الزيت بتاع البصل. طبعا عم يتقرح يكون احنا ايه عملنا البصل. قطعنا البصل. طبعا كتير بيشتكوا من البصل ما يبقاش مقرمش زي بتاع المحلات. ليه؟ طبعا زي ما انتم شايفين دي النشا. هنبتدي ان احنا نحطها على البصل كده زي ما انتم شايفين. هيطلع معاكم البصل مقرمش جدا زيه زي اي محل كشري كده. احنا قلبنا النشا حاجه بسيطه كمان. طبعا شايفين البصل متقلب مع النشا عامل ازاي. هيطلع معاكم بطريقه جميله جدا، هيبقى مقرمش قوي. معاكم نبتدي ان احنا نكسر المكرونه الاسباجيتي. طبعا هو مش مكلف، بكميه بسيطه هنعمل كشري جميل جدا. برشة ملح المية طبعا بتاعت المكرونة.
المكرونه نقلب مع بعض عشان نكسر وقت. كده طبعا زي ما انتوا عارفين البصل على البوتاجاز، المكرونه كده نقي العدس برضه نتاكد منه. دلوقتي احنا قلنا مع بعض هنعمل طريقه الكشري المصري زي ما انتوا شايفين. انا طبعا العدس اهوت، وكده الشعريه برضه عاملها بطريقه جميله زي بتاعت المحلات برضو زي ما انتم شايفين. البصل زي ما انا وعدتكم مقرمش، شوفوا عامل ازاي جميل وتحفه. وكده المكرونه برضو سلقتها اهيت زي ما انتم شايفين، المكرونه جميله. تعالوا مع بعض بقى نشوف الرز لان لسه على النار. وقت بسيط بس عشان البوتاجاز بتاعي ضعيف شويه لان انا مش عندي غاز. كده انا عملت الرز ونكمل برضه مع بعض. كده زي ما انتم شايفين الرز استوى، شوفوا لونه جميل زي بتاع المحلات اهوت. ايه رايكم يا اصحابي في الكشري بتاعي؟ طبعا زي ما انتم شايفين طبعا كل حاجه قدامكم، كل حاجه لوحديها. ايه رايكم بقى كده يا حلوين؟ ارجوكم يا جماعه اللي ما شافش القناه بتاعتي يشوفها ويشترك في القناه ويفعل الجرس. باي.